يا مساء الفل حبايب سينيوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض طاجن ورق العنب بالكوارع بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. اول حاجة اجيب الكوارع بتاعتي، ولو فيها اي شعر او اي حاجة ببتدي بالسكينة بنضفها كويس جدا جدا، وبعد كده بغسلها وانقعها في دقيق وملح وليمون. ممكن احط ورق لورا، حبهان، اي منكهات انا عايزاها، بس الدقيق والملح والليمون بيمتصوا اي زفارة فيها ويشيلوا اي ريحة موجودة فيها. بنسيبها منقوع حوالي ساعتين، وبعد كده بنشطفها كويس جدا لحد لما المية بتاعتها تكون صافية. بعد كده جبت حلة وحطيت فيها مية، المية تغلي ابتدي انزل بالكوارع بتاعتي بالشكل ده. المية دي احنا مش هنستخدمها ولا هتبقى شوربة للكوارع، المية دي احنا هنرميها، مجرد ان احنا هنديها فيها كده غلوتين 3 لمدة 3 دقايق مش اكتر من كده. هنبتدي نخرج الكوارع ونرمي المية دي، وبعد كده نبتدي بقى نشتغل في الكوارع، ما بيكونش فيها اي زفارة ولا بتخرج اي ريمة بعد كده تاني. زي ما احنا كده شايفين ابتدت تخرج الريمة، وكل دي زفارة طبعا احنا هنرميها. بنخرج الكوارع بعد 3 دقايق من الغليان، وهبتدي اشطفها كويس جدا تحت المية الجارية، اغسلها كويس جدا جدا، والمية اللي في الحلة دي هدلقها واغسل الحلة بتاعتي. وبعد كده نرجع بقى نعمل احلى شوربة لاحلى واطعم كوارع. كده بعد ما غسلت الحلة بتاعتي وحطيت فيها مكعبين من الزبدة، هحط فيها مستكة، هحط فيها فلفل اسود، هحط فيها كبابة صيني، حبهان، ورق لورا، وكمان عود رفيع جدا او صغير جدا من القرفة. قلبت التوابل ريحتها خرجت، هبتدي احط بصلاية وطماطماية وواحدتين كده من الجزر، هديهم تقليبة كده. وبعد كده اول ما اشم ريحة التوابل هبتدي انزل بالكوارع بتاعتي بعد ما غسلتها كويس جدا جدا، وهقلبها برضو دقيقتين او 3 تاخد بس من طعم التوابل بتاعتي. اكون مجهزة مية مغلية، بعد كده ابتدي انزل بالمية المغلية، مش هتخرج بقى اي ريمة او اي حاجة تاني، لان كل ده خرج وزفارة كمان خرجت في المية اللي دلقناها. هنزود شوية مية كمان، ومش هنحط ملح دلوقتي خالص. لو هي حلة بريستو هنقفل عليها ومش هنفتح قبل 30 دقيقة. لو هي حلة عادية اول ما تغلي بنبتدي نوطي ونسيبها بقى تستوي، بتاخد ساعتين بتاخد 3 على حسب حجم الكارع، وعلى حسب كمان سن الذبيحة اللي اخدنا منها الكارع. كمان مدة التسوية الكارع البقري بيختلف عن الكارع الجاموسي. كده الكوارع بتاعتي بعد 35 دقيقة كانت استوت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. برضو في الحلة البريستو اول ما تبتدي تصفر نبتدي نهدي النار عليها ونسيبها. بعد 30 دقيقة ممكن نفتح عليها، لو احتاجت تاني نزود وقت تاني. بس لو صغيرة زي كده هي 30 دقيقة 35 دقيقة بالكتير هتكون استوت معانا. في الوقت ده انا جهزت الصلصة بتاعتي اللي هحطها فيها، بس علشان التصوير فانا بمشي معاكم خطوات علشان ما تتلخبطوش معايا. جهزت كمان ورق العنب اللي هنحطه في الطاجن، انا عملته معاكم كذا مرة هنا في القناة، فانا سيب لكم الطريقة بتاعته تحت في صندوق الوصف. هتشوفوه وتعملوه بنفس الطريقة، بيبقى حلو جدا وطعم جدا. هنبتدي نجهز الصلصة بتاعتنا. حطيت مكعبين من الزبدة مع معلقتين من الزيت، وكمان معلقتين كبار من الثوم المفروم. هقلب الثوم ده لحد لما ياخد اللون الاصفر، مش عايزاه ياخد لون غامق ولا حتى لون ذهبي، يدوبك ياخد لون اصفر كده. هكون مجهزة الخل بتاعي، يعني هنحط حوالي كده ربع كوباية من الخل. عايزة اقول لكم الشوربة بتاعت الكوارع دي لو عملنا لها طش الثوم بتبقى خطيرة جدا جدا جدا، بتاخدي احلى شوربة، بتبقى جميلة جدا. نيجي هنا للصلصة بتاعت الكوارع او صلصة الخل والثوم. بعد ما الثوم اخد اللون الاصفر نزلت بالخل، وهقلب كده الخل دقيقتين كده علشان الحموضة بتاعته تخرج وما يعملش حموضة واحنا بناكل يعني، فاحنا بنسيبه يغلي كده دقيقتين.
وبعد كده نبتدي نحط عصير الطماطم. انا كنت اعمل معاكم فتة بس ما ينفعش ان انا اصورها يعني جه ضيوف وكده وما صورتهاش معاكم، فانا اخدت منها معلقتين علشان بحط الثوم والخل ده على العيش بتاع الفتة قبل ما احط الشوربة، وبقلبه معاه بيدي طعم حلو جدا جدا للعيش بتاع الفتة. بعد ما نزلت بعصير الطماطم حطيت سكر وملح وفلفل اسود مش اكتر من كده، انا مكانش عندي فلفل اسود فحطيت فلفل ابيض، الاتنين هيأدوا نفس الغرض. هسيب الصلصة تتقل شوية وتخرج المادة الدهنية كده على الوش، وكده تبقى تمام جهزت معايا. برضو دي الصلصة اللي بنحطها على الفتة من فوق، فانا اخدت منها كام معلقة كده علشان احطهم على الفتة بالشكل ده. بعد ما الصلصة تقلت معايا ابتدي اخرج الكوارع من الشوربة واحطها في الصلصة تاخد بقى من طعمها، بتبقى حلوة جدا وطعمة جدا. لو انتي متعودة تعملي الكوارع في صلصة بصل، جربي بجد صلصة الثوم والخل، بتبقى تحفة جدا وريحتها جميلة وبتبقى خفيفة وطعمة جدا، فجربيها. كده خلاص انا خرجت الكوارع بتاعتي، لو حابة تخليها من العظم وتحطيها في الصلصة مفيش اي مشكلة، لو حابة تحطيها بالعظم زي ما انا بعمل كده برضو براحتك خالص مفيش اي مشكلة. هي من التسوية زي ما احنا شايفين كده فاصلة كمان العظم عن اللحم بالشكل ده. بعد ما حطيت الكوارع بتاعتي هبتدي اقلبها كده في الصلصة. لو انت هتعمليها طاجن هتبتدي تاخديها بعد ما تقلبيها في الصلصة كده دقيقتين او 3 وتحطيها في الطاجن او الصينية وتدخليها الفرن. لو انت هتعمليها في ورق العنب هتسيبيها كده شوية تتشرب من الصلصة وتاخد من الطعم، بعد كده نحطها فوق الطاجن بتاعنا زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. هنا جبت الطاجن بتاعي ودهنته كده دهنة خفيفة بالزيت من القاع ومن الجناب علشان ما فيش اي حاجة تلزق فيه، وبعد كده جبت بصلاية قطعتها شرايح ورصيتها من تحت وكمان شرايح من الطماطم، وبعد كده هبتدي ارص ورق العنب بتاعي. لو مش متاح عندك طاجن تقدري تعمليها في صينية عادي جدا او حتى في حلة مفيش اي مشكلة خالص. سخنت الفرن بتاعي كويس جدا علشان ندخل طاجن ورق العنب على الفرن يكون سخن، وابتديت ارصه بالشكل ده. انا جريته بسرعة بس علشان تشوفوا رصيته ازاي، فحاولت اسرعه باسرع يعني حاجة ممكنة يعني. كده خلاص انا رصيت ورق العنب بتاعي وسبت في النص كده جزء صغير علشان احط فيه الكوارع. هبتدي اسقيه بالشوربة اللي عملناها بتاعة الكوارع بالشكل ده، يدوبك بس نص الطاجن ولا حاجة لانه الخضار اللي تحت البصل والطماطم هينزل سوائل، فمش محتاجة ان انا يعني حتى اوصل لاخر صف والكلام ده، هو نص الطاجن هيبقى تمام جدا جدا. وبعد كده ابتديت اخد الكوارع بعد ما سبتها اتشربت من الصلصة كده وتقلت شوية، وابتديت احط على الطاجن بالشكل ده في الجزء اللي في النص، يعني انا سبت صفين في الاخر ما رصيتهمش في النص، سبت مكان للكوارع وحطيتها بالشكل ده. هبتدي اجيب ورق زبدة واغطيها وهدخلها الفرن، بس قبل ما ادخلها الفرن بحطها على النار كده لحد ما اسمع صوت غليان، يعني الموضوع بياخد 3 دقايق على النار مش اكتر من كده. وبعد كده ببتدي اخد الطاجن ده واحطه على الصاجة تحت، مش بحطه على رف خالص، بحطه على الصاجة تحت لمدة تلت ساعة، وبعد كده ببتدي ارفعه على الرف اللي فوق الصاجة على طول. يبقى اول ما احطه بحطه على الصاجة تحت، وبعد كده تلت ساعة واروح رفعاه على الشبكة اللي هي الرف الاولاني بعد الصاجة، وبسيبه لحد لما يستوي. بخرجه في اخر كده دقيقتين او بعد ما بيستوي ببتدي اخرجه واشيل ورق الزبدة واشيل الفويل وادخله تحت الشواية
دقيقتين أو 3 لحد لما ياخد لون كده وينشف شوية، وبعد كده ببتدي أقدمه. بياخد حوالي 1.5 ساعة في الفرن تسوية،